ازاي تخلي طفلك الرضيع يحب الأكل وفي نفس الوقت تعلميه يعتمد على نفسه ويأكل نفسه بعد كده؟ هتخلي طفلك يمسك الأكل بإيده، لأن الطفل بيحب يتعلم ويحب كل حاجة لما بيلمسها ويحسها وبيتعرف عليها بإيده وحواسه. وهتخليه ياكل مع الأهل والأطفال التانية علشان هو كمان يتشجع إنه ياكل زيهم، لأن الأطفال بتتعلم من اللي حواليها وبتتحفز كمان. عاوزاكي كمان تكرري وتحاولي مع الطفل كتير، لأن في أطفال بتحتاج تدوق الأكل كذا مرة علشان تاكله بعد كده. وبلاش انفعال ولا عصبية على الطفل في حالة إنه رفض الأكل، حاولي تشيليه من قدامه وتقدمهوله في أي وقت تاني يكون جعان فيه. وحاولي تنوعي وتزيني في شكل الأكل اللي بتقدميه لطفلك، وبلاش حلويات ولا سكريات لأنها هتسد نفسه وهيرفض ياكل الأكل الصحي. وقبل ما تعلمي طفلك يمسك المعلقة ازاي ويأكل نفسه، علميه الأول على الشوكة، لأن التحكم في الشوكة هيكون أسهل وأسرع، ولما عضلات إيده الدقيقة تبدأ تقوى ساعتها هيعرف يتحكم في المعلقة. والكلام ده نبدأ ننفذه مع الطفل بعد ما يتم سنة.